أوقات كتير بنتفاجئ بولادنا بيكدبوا، يعني يقولك أنا مكسرتش الكوباية وهو اللي كسرها، أو أنا خلصت الواجب وهو أصلا ما فتحش الشنطة. وساعتها بنفكر، هو أنا ربيت كداب؟ هو ابني بيكدب ليه؟ إيه الحل؟ تعالى أحكيلك حكاية أم اسمها مريم، عندها ولد اسمه آدم عنده 8 سنين. في يوم لقت الكوباية متكسرة على الأرض وندهت على آدم وسألته أنت اللي كسرت الكوباية؟ قال لها لأ، مش يمكن أختي هي اللي كسرتها؟ بس ما كانش في حد في البيت غيرهم. مريم اتعصبت جدا وصرخت فيه انت بتكذب ليه؟ انا ربيت كذاب، وضربته وقالت له تاني مرة تكذب مش هتعرف تتكلم تاني. بس هل التصرف ده هو اللي هيعلم ادم الصراحة ولا هيخليه اكتر خوف؟ اللي حصل فعلا ان ادم بدأ يكذب اكتر، وبقى كل مرة يخاف يعترف بالحقيقة علشان ما يبقاش فيه عقاب. طيب نرجع للسؤال المهم، ليه الطفل بيكذب؟ الطفل مش بيتولد كذاب، لكن بيتعلم الكذب بسبب عوامل كتير، أولهم الخوف من العقاب. الطفل لو حس إن الحقيقة معناها ضرب أو زعيق أو حرمان أو إهانة هيبدأ يهرب منها، فيبدأ يقول اللي يخلصه من المواجهة زي ما حصل مع آدم بالظبط. تاني حاجة الخيال الواسع، في السن من 3 ل 7 سنين الطفل عنده خيال كبير جدا، يعني ممكن يصدق نفسه لما يقولك أنا قابلت سوبرمان أو أنا عندي عربية طيارة. هنا الطفل مش بيكذب أو بيتخيل، ودي حاجة طبيعية. الفرق إننا نفهم ونتعامل صح، مش نوبخه ونزعقله. تالت حاجة القدوة، لو الطفل سمعك بتكذبي في التليفون أو باباه بيقول كلام غير الحقيقة الطفل هيتعلم الكذب حتى لو بتقولي له ما ينفعش تكذب. التربية مش أوامر، التربية أفعال بيتعلمها الطفل مننا. رابع حاجة الحصول على اهتمام، في أطفال بيكذبوا علشان ياخدوا اهتمام، يعني مثلا الطفل يقول أنا تعبان وهو مش تعبان بس علشان تاخدي بالك منه، أو يقول أنا الأول على الفصل عشان تبقي مبسوطة بيه. هنا هو مش شرير، هو محتاج. طيب نعمل ايه بقى؟ ازاي نعلم الطفل يقول الحقيقة؟ اول خطوة نهدى ونسمع. ايوه مهما حصل اول حاجة نعملها لما الطفل يغلط اننا نسمعه، نسأله بهدوء ايه اللي حصل؟ ليه قلت كده؟ ولما نسمع ما نحكمش، نسمع علشان نفهم. تاني خطوة نفصل بين السلوك والشخص. لما ابنك يكذب ما تقوليش انت كذاب، لكن قولي له الكذب ده تصرف مش صح. الفرق كبير، لو قلت له انت كذاب هيفقد ثقته في نفسه ويحس انه خلاص ما ينفعش يتغير، لكن لما تقولي له ان التصرف اللي هو عمله ده هو اللي غلط هتسيبي له الباب مفتوح انه يتغير. تالت خطوة نعلمه الصراحة بمواقف، يعني مثلا لما ابنك يقولك الحقيقة في موقف حتى لو فيها غلط قولي له انا فخورة انك قلت لي الحقيقة حتى لو عملت حاجة غلط، الصراحة اهم حاجة. الموقف ده هيتسجل في دماغه وهيعرف ان الاعتراف مش مؤذي، بالعكس بيخلي ماما تحبه اكتر. واحدة بتحكي وبتقول إن بنتها الصغيرة رنا عندها 5 سنين كسرت الموبايل وهي بتلعب، جت تقول لها أنا ما عملتش حاجة. الأم خدت نفس عميق وقعدت جنبها وقالت لها أنا مش زعلانة على الموبايل، أنا زعلانة إنك ما قلتليش الحقيقة، أنا بحبك لما تكوني صادقة معايا. رنا قعدت تعيط وقالت لها أنا كنت خايفة تزعقيلي. الأم حضنتها وقالت لها أنا عمري ما هزعل لما تقوليلي الصراحة. ومن وقتها البنت بقت تقول الحقيقة حتى في أبسط الحاجات. خطوات عملية تقدري تعمليها مع ابنك: واحد، وفري له بيئة آمنة، يعني الطفل يحس إنه لو قال الحقيقة مش هيتضرب ومش هيتشتم ومش هيتفضح. اتنين، شجعي الصدق، لما يقول الحقيقة حتى لو عمل غلطة كبيرة امدحي صدقه زي أنا مبسوطة إنك قلتلي الحقيقة أنت شاطر. تلاتة، احكي له قصص عن الصدق زي قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنه هو لقب بالصادق الأمين. احكي له إزاي الناس كانوا بيثقوا فيه علشان عمره ما كدب، القصص بتوصل أسرع من الأوامر. أربعة، ما تكبريش الموضوع، لو الطفل قال كدبة بسيطة زي إنه غسل سنانه وهو ما عملش كده ما تبقيش عنيفة، خديه للحمام وقولي له يلا نغسلهم سوا، يعني عالجي الغلط من غير دراما. خمسة، اسألي نفسك هو ليه كدب؟ ساعات الطفل بيكدب علشان خايف، وساعات علشان محتاج اهتمام، وساعات علشان بيتقلد. اسألي ايه الرسالة اللي ورا السلوك، ايه هي الأخطاء اللي بنقع فيها. بنزعق ونصرخ في الطفل لما بنعرف انه كدب، ده بيخليه يكدب تاني علشان ما يسمعش. ازاي نهدد ونقول لو كدبت تاني هقطع لك المصروف، ماليش دعوة بيك. التهديد عمره ما بيغير سلوك، بيخلي الطفل يعمل اللي انت عايزاه قدامك بس لكن من وراك بيخبي. ان احنا نحرجه قدام حد زي اننا نقول لباباه او لتيتا ده بيكدب طول الوقت، ده انت كده بتثبتي صفة الكذب في شخصيته. لو الطفل بيكدب كتير جدا ايه الحل؟ لو الموضوع متكرر ومش استثناء يبقى لازم نقعد معاه ونتكلم بجدية، نعمل قواعد واضحة ونفهمه اننا بنحب الحقيقة حتى لو فيها غلط.
وكمان نحاول نعرف هل في حد حواليه بيكذب، هل هو حاسس بالخوف أو القلق. ممكن نستعين بأخصائي نفسي لو لزم الأمر. ملخص الحلقة: الطفل مش كذاب، هو بيتعلم الكذب لسبب. الكذب وراه خوف، تقليد، خيال، احتياج. الصح إننا نعلم الطفل الصراحة مش نخوفه منها. البيئة الآمنة والكلام الحلو والقدوة الصالحة هما اللي بيبنوا طفل صادق.